دايما لما تيجي تفكر في حياتنا او لو بصيت بشكل عام كده على الحياة عامة هتلاقي على شكل قصة. يعني انت بالنسبة لك كلها على شكل قصة، بداية مثلا من مرحلة الطفولة في الأول اللي هي ذكريات بقى ولعب ومش شايل هم حاجة وفرحان وبتاع وكده. تيجي بعدها مثلا مرحلة الشباب أو اللي هو التلاتينات كده، تبقى بقى عايز تشتغل تشوف حياتك تعيش حياتك تعمل فلوس والكلام من ده. عشان يجي بعد كده مرحلة تكبر بقى، عايز تيجي تتقاعد تبقى مرتاح بقى وكونت حياتك خلاص عشان تعيش ايه، مرتاح. ولو بصيت بقى الكام يوم اللي انت عايشهم دلوقتي او حياتك عامة دلوقتي، هتلاقيك بتصحى الصبح، تستحمى وتصلي وتفطر وتروح الشغل او تروح الكلية او المدرسة او ايا كان حياتك، وترجع بالليل وتذاكر وتشتغل وتنام وكده وتكرر يوم اللي هو بمعنى صح روتينية. هتلاقي الحياة بشكل روتيني قوي انت عايشها دلوقتي. يعني مفيش حاجة ملهمة بالنسبة لك، هتلاقي الحياة مملة. يعني مفيش حاجة ملهمة، مفيش حاجة تشجعك، مفيش حاجة تبسطك بشكل عام. يعني هتلاقيك حاسس دايما ان مفيش حاجة مختلفة كده. في حين بقى انك لو جيت مثلا على الناحية التانية، رحت فتحت السوشيال ميديا، فتحت النت، فتحت اي حاجة عامة، هتلاقي بقى ناس عايشة، ناس بقى سفر وحياة ومتعة وكل حاجة وحاجات انت بتبقى نفسك تعملها اصلا، حياة انت نفسك تعملها. فكل حاجة بقى سفر، عربيات، فيلا، عيشة، حياة، كل. فبتيجي بتبدأ بقى تحبط، ده اللي بقى بيحسسك بالملل او بالزهق بحياتك عامة اللي انت عايشها او الروتين اللي انت عايشه. فمش عاجبك بقى الموضوع ده، او ازاي دول الناس دول كده، فتبدأ تزهق بقى او مش مستمتع بالحياة اللي انت فيها. طيب وهل ده مشكلة بقى، او هل هي دي المشكلة اللي مخليني مثلا زهقان دايما مش مستمتع بحياتك وكده؟ لا طبعا، استحالة. يعني المشكلة كلها فيك انت، في فكرة استيعابك وادراكك للظروف او الحالة اللي انت بتمر بيها. يعني انت مثلا مخلي الظروف في حياتك هي اللي سايقاك. يعني مش هي اللي تسوقك، لا، طريقة استجابتك ليها هي اللي بتحدد، مش هي الظروف نفسها او الحياة او اي حاجة بتواجهك في اليوم. مش هي دي اللي هتحدد مودك او مزاجك، ان انت زهقان مالل مبسوط الكلام ده. لا، هي طريقة تعاملك معاها، ازاي تتعامل بقى مع الحياة ده اليوم ده وتمشي دنيتك. يعني مثلا عندك، خلينا في اول حاجة مثلا الكلام فيها اللي هو مثلا الروتين اللي انت عايش في اليوم بتاعك. او الروتين ده احسن، يعني اصح حاجه، ودي حاجه كويسه جدا وطبيعيه عشان تبقى عارف. واصلا انت لو ما عندكش روتين هتزهق بقى، هتشوف الزهق والملل الحقيقي اللي بجد. ومفيش حد ما عندوش روتين، او معظم كله عنده روتين، بس انت بيتهيألك او انت حاسب الروتين بتاعك ده ممل او صعب. ليه؟ عشان انت مستصعب الدنيا، عايش في الاجواء والظروف الصعبه قوي. انما لا، كله عنده روتين حياته، بس هو الفكره بتحدد اولوياتك، شوف تدي ده ازاي، تستمتع بده ازاي، تدي ده صعب تحله امتى وتعمل امتى، وهكذا. تعالى مثلا يا عم على بتوع السوشيال ميديا دول، اللي انت فاكر ان حياتهم كلها بقى باللي انت بتشوفه ده، وانت بقى عايش في كرب وزعلان وميت ومقتول، وبتوع السوشيال ميديا دول رايقين. لا، هو بس هو فكره ان هو مصدر لك الهايلايتس. يعني ايه؟ يعني مسلط لك الضوء على حبه الحاجات الحلوه اللي هو بيعملها في حياته، او وانت عادي، انت اكيد بتعمل ومستمتع بحياتك، بس انت مركز اكتر على الشغل والحاجه اللي مضايقاك والحاجه الصعبه وهكذا. انما هو مش هيقدر يصور لك كل حياته، وحياته كلها مليانه ظروف وحاجات صعبه وزيك بالظبط. بس هو مصور لك الحته دي، ومفيش حد في الدنيا ما عندوش ظروف وما عندوش الحياه الصعبه، ما عندوش شغل والا ما كانش هيعيش. يعني مفيش حياه كلها سهله او جنب كده. فانت لازم تتقبل الظروف بتاعتك دي، لازم، وتتعايش معاها عادي، وتتاكد انها جزء من حياتك وجزء من اليوم وجزء من يعني لازم دي موجوده في كل حته. فانت بقى حاول ما تداش اكتر من حجمها، ما تداش اكتر من كده، ما تقعدش تفكر فيها طول اليوم. لان ببساطه ما اكيد عندي مشكله او عندي ازمه او عندي حاجه صعبه قعدت افكر فيها، ما لازم ابقى حاسس بملل وزهقان وحياتي كلها تعيسه بقى ودايما هتبقى مش مبسوط. وزي ما قلت لك، ما تخليش الظروف هي اللي تحدد لك يومك، حدد انت يومك وحدد حياتك عن طريق استجابتك ليها وطريقه تعاملك معاها. لان هي كده كده موجوده، فانت لو استسلمت لها هتدمر لك يومك وهتدمر لك حياتك، فاهم؟ فابدا انت ان انت تظبط الدنيا دي. يعني وابدا من اول ما تصحى اليوم. يعني انت مثلا تنام مثلا متوسط 8 ساعات، معاك 16 ساعه تانيين. انت اللي بتحدد بقى انت هتبقى مبسوط ولا هتبقى زهقان وحاسس بملل وتعيس والكلام ده من اول ما بتبدا تصحى الصبح. فانت اول ما بتبدا الصبح تشوف انت عايز تعمل ايه، ايه اللي يبسطك مثلا، او ايه اللي يساعدك في حياتك في يومك وفي حياتك عامه، تبدا تعمل بيه من اللحظه اللي تصحى فيها. لان هو اليوم ده، الحياه عامه هو اليوم ده وبيتكرر. يعني انت مثلا عايز يا عم تعمل فورمه، تنزل الجيم،
هي دي الحاجة، هدفك في الحياة. اصحى الصبح انزل الجيم، شكرا. لان هي الحياة ببساطة هو النهاردة عمال يتكرر، والحياة عشان تبقى ممتعة لازم النهاردة يبقى ممتع. فانت عيش كل يوم بيومه، هتلاقي حياتك بقت خلاص، وهي الحياة عبارة عن ايامك دي وبس. فانت حاول تخليها بقى ممتعة بسهولة وبس كده. سلام.